تخيل ايه اللي هيحصل لو بطلت تشرب ميه لمدة اسبوع. جسم الانسان بيعتمد على الميه في كل حاجة تقريبا، من تنظيم الحرارة لعمليات الهضم ونقل الاكسجين والخ الخ. لو بطلت تشرب ميه في اول يوم هتحس بجفاف شديد جدا، وبعد الجفاف هتحس بدوخة، وبعد 4 ايام الكلى هتبدأ تفشل، وفي اليوم السابع الجسم هينهار تماما لان بدون ميه مفيش حياة. ايه اللي ممكن يحصل لو اختفى الاكسجين من الارض لمدة 5 ثواني بس؟ الناس ممكن تفكر ان 5 ثواني حاجة بسيطة، بس الحقيقة ان الكارثة هتكون رهيبة. كل البشر هيبدأوا ينهاروا بسبب نقص الاكسجين، المحيطات هتغلي لان الاكسجين جزء من تركيب المية، المباني المصنوعة من الاسمنت هتنهار تماما، والسماء هتبدأ تغمق لان جزيئات الاكسجين هي اللي بترفع ضوء الشمس. ازاي عقلك ممكن يخدعك ويخليك تشوف حاجات مش حقيقية؟ المخ مش مجرد آلة بتسجل اللي بيحصل، لكنه بيحاول يفسر المعلومات وساعات بيغلط. زي مثلا لو كنت في أوضة ضلمة وشفت حاجة بتتحرك، عقلك ممكن يفسرها على إنها شبح مع إنها مجرد شماعة وعليها هدوم، وده بسبب حاجة اسمها الباريدوليا اللي بتخلي المخ يخلق أشكال ومعاني من العدم. إيه اللي ممكن يحصل لو الأرض بدأت تدور في الاتجاه العكسي؟ لو الارض قلبت دورانها، الشمس هتطلع من الغرب بدل الشرق، والمناخ كله هيتشقلب، والصحراء هتبقى غابات، والتيارات البحريه هتتغير تماما، وده ممكن يسبب كوارث طبيعيه مرعبه جدا. العلماء عملوا محاكاه للحاله دي والنتائج كانت كارثيه. هل ممكن عقلك يتوقف عن التفكير تماما؟ حتى لو انت ساكت ومش بتفكر في حاجة، عقلك دايما شغال. العلماء بيقولوا ان المخ حتى وهو نايم بيشتغل علشان يرتب الذكريات ويحلل المعلومات. بس في حالات نادرة جدا بعض الناس جربوا حالة اسمها الفراغ العقلي، اللي بيكون فيها المخ في وضع صامت تماما، وده غالبا بيحصل في التأمل العميق. هيحصل ايه لو نام الانسان لمدة سنة متواصلة؟ في البداية الجسم هيبدأ في فقدان العضلات، والدورة الدموية هتتبطأ. بعد شهور العظام هتضعف، والمخ هيبدأ يواجه مشاكل في التذكر. بس الأخطر هو إن الأعضاء الداخلية ممكن تبطل تشتغل، لأن الحركة والنشاط اليومي مهمين جدا للحفاظ على وظائف الجسم. إيه السر ورا إحساس إنك متراقب حتى لو مفيش حد؟ ده بسبب حاجة اسمها الخلايا المتخصصة في استشعار النظرات، وهي خلايا في المخ بتتفاعل مع أي تغيير في البيئة المحيطة. المخ دايما بيحلل المعلومات، ولو حس بحاجة غريبة حتى لو مش حقيقية هيبدأ يديك إحساس إنك متراقب علشان يخليك مستعد لأي خطر. هيحصل إيه لو الشمس فجأة كبرت 10 أضعاف حجمها؟ أول حاجة درجة الحرارة على الأرض هتزيد بشكل مرعب، المحيطات هتبدأ في التبخر، والغلاف الجوي هيبدأ ينهار، وبعد فترة الأرض ممكن تخرج من مدارها تماما. ولو الشمس فضلت تتمدد الأرض هتتحول لكوكب محترق زي عطارد، أو حتى تختفي بالكامل. هل ممكن حد يعيش من غير قلب؟ المفاجأة إن في ناس فعلا عاشت بدون قلب. في 2011 دكاترة زرعوا جهاز لمريض كان تعبان جدا بيضخ الدم بدل القلب، وعاش لمدة 1.5 سنة من غير أي نبض في قلبه. التكنولوجيا دي ممكن تغير الطب تماما في المستقبل، بس لسه ده مش حل دائم لكل الناس. هيحصل إيه لو جسمك اتحول لحديد لمدة دقيقة واحدة بس؟ جسم الإنسان فيه نسبة صغيرة جدا من الحديد، بس تخيل لو كل خلايا بقت معدن لمدة دقيقة واحدة بس، مش هتقدر تتحرك لأن الحديد مش مرن. الدم هيتوقف لأنه محتاج يكون سائل، وهتبدأ تسخن جدا بسبب عدم قدرة الجسم على تبريد نفسه، وبعد دقيقة واحدة بس الأكسجين مش هيوصل للمخ، وهتكون دي النهاية، وهنقول الله يرحمه كان راجل طيب.